هذه الصور التي تظهر أمامكم قمت بتصميمها من خلال برنامج بيكس آرت، وهو أفضل تطبيق لتصميم الصور بطريقة احترافية مميزة. تابع معنا الشرح لتتعلم كل ما هو جديد حول بيكس آرت. الآن نقوم بالانتقال إلى المتجر الأب ستور وتحميل برنامج بيكس آرت. لن تجد صعوبة في تحميله والحصول عليه. الآن نضغط خيار Open ونقوم بفتح هذا التطبيق. نفتح التطبيق ونقوم بتسجيل حساب جديد من خلاله. طبعا تسجيل الحساب يكون من خلال الجيميل جوجل أو الفيسبوك أو السناب أو من خلال أبل آي دي. طبعا هذا التطبيق يوجد من خلاله مزايا مدفوعة ويوجد مزايا مجانية. سوف نشرح لكم التطبيق بشكل عام وأهم ما يلزمك في عملية التصميم. هذه واجهة التطبيق من الداخل. لتتعرف على التطبيق من الداخل وطريقة تصميم صورك، قم بالضغط على خيار الزائد أو الإضافة الموجود هنا بالأسفل. سوف تجد أمامك مجموعة من الأقسام وهي فيديوهات، قوالب ورسم وتلوين. أهم ما يلزمك هو قسم الصور. لاختيار الصور المطلوب التعديل عليها اضغط خيار المزيد من هنا واختر الصور من ألبوم الكاميرا. الآن هذه هي صفحة التعديل على الصورة. يظهر هنا بالأسفل أمامك مجموعة من الأدوات الأساسية، وهنا بالأعلى يوجد أدوات للتحكم مثل الرجوع وما شابه. نبدأ بأدوات التصميم من الأسفل هنا. إذا أردنا أن نقوم بقص الصورة نضغط على خيار أدوات، منها يظهر خيارات أخرى. نضغط على خيار قص، نقوم بقص الصورة بالحجم الذي نريده. يظهر هنا أمامك عدة مقاسات. مثلا إذا كنت تريد تصميم هذه الصورة للإنستغرام مثلا نقوم باختيار عمودي. عند الانتهاء نضغط خيار تطبيق من الأعلى. أيضا هنا لإضافة تأثيرات مميزة على الصورة نضغط على خيار تأثيرات من الأسفل. يظهر أمامنا مجموعة من التأثيرات. طبعا هذه التأثيرات بعضها تجدها مدفوعة والبعض الآخر منها مجانية. اختر التأثير المناسب لصورتك. على سبيل المثال اخترنا هذا التأثير. طبعا للتحكم في خيارات هذا التأثير اضغط عليه مرة أخرى. يظهر أمامك إعدادات هذا التأثير يمكنك التحكم بها كما تلاحظ. لعند الانتهاء اضغط خيار تطبيق. أيضا يوجد لدينا أدوات كثيرة هنا بالأسفل. فمثلا لإضافة صورة على الصورة الحالية اضغط خيار إضافة صورة من الأسفل من هنا. على سبيل المثال اخترنا هذه الصورة، اضغط خيار الإضافة من الأعلى. يتم إضافة الصورة الخاصة بك. الآن تم إضافة الصورة. يمكنك تكبيرها وتصغيرها بحسب ما تريد بتصميمك من خلال هذا السهم الموجود بجانب الصورة. الآن لقص صورة الشخص اضغط أيقونة قطع من الأسفل. اضغط على الصورة واضغط خيار قطع. الآن نحن نريد فقط هذا الشخص بدون الخلفية. يوجد لدينا خيار شخص نضغط عليه ليتم تحديد الشخص فقط وفصله عن الخلفية. كما نلاحظ تم تحديد الشخص وفصله عن الخلفية. هنا يوجد لدينا خيار المعاينة نضغط عليه. نعم هذه هي الصورة المطلوب قصها عن الخلفية. نضغط خيار الحفظ من أعلى الشاشة. الآن تم قص الصورة بشكل احترافي. نقوم بتكبيرها وتصغيرها بحسب ما يناسب التصميم ونقوم بإضافتها في المكان المناسب للصورة. على سبيل المثال كما تشاهد أمامك تم إضافة هذه الصورة. عند الانتهاء نضغط خيار تطبيق من أعلى الصورة. يوجد أيضا هنا بالأسفل خيارات للتحكم بصورة الشخص. مثلا لو أردنا أن تكون صورة الشخص قريبة من صورة الخلفية في التباين والألوان نضغط خيار تعديل من الأسفل. تظهر أمامنا السطوع والتباين والوضوح والإشباع. يمكننا من خلالها التحكم في وضوح هذه الصورة وتناسق ألوانها مع الصورة الخلفية. عند الانتهاء نضغط خيار تطبيق من أعلى الشاشة. أيضا يوجد لدينا ميزة جميلة في هذا التطبيق تتيح لك إضافة ملصقات مميزة للصورة.
من خلال خيار لاصق أسفل الشاشة. نضغط عليه، مثلا نريد البحث عن كلمة غيوم. يظهر أمامنا مجموعة من الملصقات، منها مجانية ومنها مدفوعة. نختار الشكل الغيمة المناسب، مثلا هذه الغيمة، نضغط عليها، يتم إضافتها إلى الصورة. يمكنك تكبيرها أو تصغيرها بحسب الحجم المناسب لها، ثم تكرارها مرة أخرى. حسنا، الآن كيف أكتب على الصورة بشكل احترافي وجميل؟ من الأدوات من أسفل الشاشة نضغط على أيقونة النص. من خلال أيقونة النص يمكننا إضافة أي كلام نريده أن يظهر على الشاشة وباللغة التي تريدها، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. على سبيل المثال قمنا بكتابة كلمة هلو. عند كتابة النص اضغط على خيار الصح من أعلى الشاشة. من هنا تستطيع من خلال الإصبع سحب هذا النص في المكان المناسب له. يمكنك تكبيره وتصغيره. أيضا يمكنك التحكم في شكل الخط من خلال مجموعة من الخطوط التي يوفرها لنا تطبيق بيكسارت. يمكنك التحكم في لون الخط، تأثيرات الخط، وحواف الخط، وغيرها الكثير من الخيارات. لحفظ هذا النص الذي قمت بكتابته اضغط على خيار تطبيق من أعلى الشاشة. طبعا من الأسفل يمكنك من خلال أيقونة فراشي إضافة لمسات فنية جمالية للتصميم الخاص بك. كما تلاحظ يوجد أمامنا مجموعة من التأثيرات المميزة يمكنك إضافتها إلى التصميم الخاص بك. عند الانتهاء اضغط على خيار تطبيق. يمكنك أيضا أن تعمل إطار مميز للصورة من خلال خيار الحد الموجود أسفل الشاشة من الخيارات. اضغط على خيار الحد. يمكنك التحكم في إطار الصورة الداخلي والخارجي، وأن تكون الصورة بدون حواف بحسب الشكل المناسب لك. نضغط على خيار تطبيق من أعلى الشاشة. أيضا يوجد أمامنا خيار لمع العدسة من أسفل الشاشة لإضافة تأثيرات مميزة ولمسة جمالية خاصة على هذه الصورة. يمكنك اختيار اللمعة التي تجدها مناسبة أمامك. مثلا قمنا باختيار هذه اللمعة، يمكنك إضافتها في المكان المناسب، تكبيرها وتصغيرها بحسب ما تجده مناسب على هذه الصورة. حسنا، نضغط على خيار تطبيق عند الانتهاء. تقريبا الآن شرحنا أهم الأدوات في بيكسارت. والآن لحفظ الصورة بجودة ممتازة في الهاتف اضغط خيار التحميل الموجود بأعلى الشاشة من هنا، ثم اضغط حفظ الملف. نلاحظ هنا يوجد أمامنا سهم للجودة. احرص على أن يكون هذا السهم للنهاية 100% حتى يتم حفظ هذه الصورة بجودة عالية. عند الانتهاء اضغط خيار حفظ ليتم حفظها في ألبوم الكاميرا. للتأكد أنه تم حفظ هذه الصورة بجودة عالية انتقل إلى ألبوم الكاميرا في جهازك واضغط على الصورة لتجدها تم حفظها بجودة عالية كما يظهر أمامك. لو حبيت تعمل تصميم بأكثر من صورة بصورة واحدة من خلال بيكسارت، تعال شوف الطريقة البسيطة جدا. نضغط على إشارة الزائد الموجودة أسفل منتصف الشاشة. في عنا خيار اسمه عمل تصويري، نضغط عليه وبنختار الصور المطلوب دمجها في صورة واحدة. عند الانتهاء مثلا اخترنا 3 صور، نضغط على خيار التالي. بتظهر عنا الصور بهذا الشكل. احنا موجود في عنا خيار اسمه تخطيط من الأسفل، نقدر نختار التخطيط المناسب لهذه الصور بحسب التصميم المطلوب تعديله. مثلا اخترنا هذا التصميم، يمكن انه نحدد كل صورة ونعدل عليها، نكبرها ونصغرها بحسب الحجم المطلوب وبحسب التصميم. ممكن نختار لها إطارات أو بدون إطارات، ممكن نضيف لها تأثيرات زي ما ذكرنا لكم بداية الفيديو. نقدر نصغر ونكبر الصور ونغير من مكانهم حتى يظهروا بالشكل المطلوب. طبعا بنقدر نضيف عليهم نصوص، نقدر نضيف عليهم ملصقات
أو تأثيرات حسب ما ذكرنا لكم في بداية هذا الفيديو.